يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زياد ودي اول حلقه من حلقات نمبرز اند جولز اف سي. طبعا القناه ديت هي قناه هتبقى رياضيه، كل تفاصيل الكوره. لو انت بتحب الكوره عاشق الكوره فدي قناتك. النهارده هنتكلم على اقوى سكواد في مصر، بما ان الدوري خلاص على الابواب ما عادش فيه الا يومين، فيلا بينا نشوف ايه الدنيا فيه ونشوف ايه اقوى سكواد معانا النهارده وشكل الموسم ده هيبقى النهارده. فعشان كده يلا بينا نشوف معانا ايه. طيب النهارده هنتكلم في ايه ابرز الصفقات اللي جت للثلاث فرق اللي هو الزمالك والاهلي وبيراميدز. هنبدا بالاهلي اللي هو بطل الدوري. طبعا ابرز الصفقات في لاعبين منهم كانت معانا في كاس العالم، تريزيجيه وزيزو وبن رمضان واليو ديانج. دول ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده، وبيكهام طبعا. انضم عليهم ياسين مرعي ومحمد شريف من الاصابه، طبعا الحمد لله على السلامه كريم فؤاد. فانا شايف ان ابرز اللعيبه اللي موجوده دلوقتي عندك بن شرقي، زيزو، امام عاشور لما يرجع من الاصابه ان شاء الله، مروان عطيه لما يرجع من الاصابه ان شاء الله، اليو ديانج، جراديشار، محمد شريف، تريزيجيه، بن رمضان. فانت معاك لعيبه كبيره. وطبعا في شاب صغير اسمه كاظم ابراهيم برضه يظهر ولعب كذا ماتش في الماتشات الوديه وبدا يظهر بشكل محترم، وشكله صفقه هتبقى حلوه يعني بالنسبه لنا. هو طبعا لاعب تحت السن يعني. بيكهام ومعانا ياسين مرعي. انا شايف ان ياسين مرعي هيثبت وجوده. وطبعا احنا هنتكلم النهارده برضه في ايه ابرز تشكيله لكل من الثلاث فرق بالنسبه للواقع. توقعاتي انا يعني كل واحد له حريه في رايه. انا بالنسبه لي هتوقع بالنسبه يعني التشكيله المتوقعه بالنسبه لي يعني وكده. هنبدا بالاهلي. طبعا معانا في حراسه المرمى شوبير. انا اتمنى شوبير، محمد الشناوي حارس كبير، حارس عظيم، بس يعني انا شايف ان هو من وقت حق شوبير ياخد حقه. الشناوي كبير وعمل كتير اسم كبير للاهلي والمصر، بس انا شايف شوبير ياخد حقه الفتره دي. شوبير في الماتشات الوديه انا تابعت اغلب الماتشات الوديه اللي كانت مذاعه في 3-4 ماتشات او 3 او ماتشين ما تذاعوش، بس كنا بنسمع اخبار ان هم اللي هو شوبير كان عامل اداء. شوبير حقه الصراحه هيلعب دلوقتي. طيب معانا في الدفاع معانا باك يمين. انا شايف محمد هاني وهيبقى بديله عمر كمال. الراجل برضه من اللي انا شايفه من ريبيرو اللي هو معتمد على 2 في مركز الباك ليفت و2 في مركز الباك رايت. الاثنين اللي في الباك ليفت كريم فؤاد ومحمد شكري، وبالنسبه للباك اليمين محمد هاني وعمر كمال. بس انا بالنسبه لي محمد هاني هيلعب باك يمين، وبالنسبه لي كريم فؤاد يلعب باك شمال. انا شايف ان كريم فؤاد بسم الله ما شاء الله عليه رجع من الاصابه بسم الله ما شاء الله فورمه. يعني حاسس ان هو جعان كوره عايز يقدم كل حاجه. محمد شكري لعيب كبير برضه، بس انا شايف ان هو لسه ما اثبتش نفسه. طبعا مش هقدر احكم عليه دلوقتي لان احنا لسه ما شفناهوش في ماتشات رسميه، وطبعا ده اللي هنشوفه قدام يعني. بس انا شايف ان يبقى يمين هاني، شمال كريم فؤاد. الاثنين اللي في خط الدفاع اللي في القلوب انا شايف بيكهام وياسين مرعي. الاثنين دول بيلعبوا بالكوره كويسين جدا. ريبيرو من نوع المدربين اللي بيحب يلعب من ورا، بيحب يبدا الهجمه بتاعته من ورا. وكمان حته شوبير، مصطفى شوبير هو برضه محتاجه في الجون عشان كده، عشان بيباصي ويلعب. فانا شايف ان دي افضل تشكيله من حد خط النص، قصدي من خط الحارس لحد الدفاع. برضه ياسر ابراهيم هينفعنا جدا في ماتشات كتير. ياسر ابراهيم بالنسبه لي قوه ورجوله، لكن انت في الماتشات اللي هتحتاج ان انت تلعب من تحت هتحتاج بيكهام وياسين مرعي. طيب بالنسبه لخط النص وده انا شايف اليو ديانج لازم يكون موجود جنبه بن رمضان، جنبهم احمد رضا. انا شايف ان قفشه يعني مستواه مش احسن حاجه الفتره الاخيره، ولكن انا شايفه هو كاحتياطي احسن افضل. يعني شايف ان قفشه احتياطي لما بينزل احتياطي بيبقى مؤثر اكتر، على عكس ما يبدا بدري. فشايف ان يبقى التشكيله بتاعت خط النص ديانج مركز 6، احمد رضا مركز 8، وقدامهم بن رمضان. في ناس تانية ممكن تقول لا، طب ما تخلي بن رمضان وديانج وزيزو او الشحات او بن شرقي وتريزيجيه وزيزو وشريف، وتبدل ما بينهم. يعني بن شرقي يبقى الهجوم بن شرقي وزيزو، انا لخبطت الدنيا
نقول تاني يعني عشان اتلخبط. دلوقتي يبقى ديانج وبرمضان، وقدامهم زيزو او بن شرقي. تمام. هنا بن شرقي زيزو يمين وتريزيجيه شمال، في الهجوم شريف. انا تشكيلتي اللي انا عايز تبقى كده، شايف ان يبقى احمد رضا وديانج وبن رمضان، شمال تريزيجيه، يمين زيزو، هجوم شريف. وشريف وجراديشار هما الاثنين هيتنافسوا مع بعض كتير قوي. نفس الكلام على تريزيجيه وبن شرقي، الاثنين دول هيتنافسوا مع بعض قوي. بس انا شايف برضه من وجهه نظري ان بن شرقي مفيد اكتر لما بينزل احتياطي، تبقى انت عندك قوه في دكه الاحتياط. لان انت في ماتشات كتير هتلعبها الموسم ده شكله صعب. الزمالك جاب صفقات حلوه، بيراميدز طبعا من غير ما يجيب صفقات هو لا جامد، واخد دوري ابطال افريقيا، عامل موسم السنه اللي فاتت جميله. فانا شايف ان تبقى انت محتاج دكه حلوه. فانا شايف ان يبقى معاك قفشه بره، شايف ان يبقى معاك الشحات بره، شايف يبقى معاك طاهر بره، شايف يبقى معاك بن شرقي بره، ياسر ابراهيم هنحتاجه في ماتشات تانية. فانت هيبقى معاك دكه قويه تقدر تنافس بيها، حتى لو انت عندك اللي في الملعب مش تمام يمشوا طبعا. غير بقى امام عاشور لما يرجع طبعا من الاصابه اكيد هيبقى مكان احمد رضا. وانا شايف ان احمد رضا برضو مميز في حته الباص، يعني عنده ناس باص كتير، بس انا شايفه بيقدر يطلعك من الكوره بسهوله. يعني مثلا هو عنده اتنين اهو، ميزته بيلعب بالكوره بسرعه، يعني بيقدر يلعب من لمسه واحده، على عكس مروان عطيه لما كان موجود. مروان عطيه مميز في الباص، بس مروان عطيه مشكلته بياخد الكوره بيرجعها تاني للمدافع، او بيديها للباك رايت، او بيديها للباك ليفت. لا، احمد رضا بياخد الكوره يباصي على طول لقدام. تمام. طيب فانا شايف ان دي تشكيله الاهلي، ابرز الاسماء. شايف ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل حاجه كبيره. وانا شايف توقعي ان الاهلي هياخد الدوري السنه دي، يعني الموسم هيبقى صعب بس انا حاسس بكده. تمام. طيب بالنسبه للزمالك، الزمالك برضو جايب صفقات كتير وصفقات مهمه. الزمالك طبعا الموسم اللي فات ما كانش احسن حاجه، طالع مركز ثالث، طالع من الكونفدراليه. فشايف اللي هو السنه دي مهتم. جون ادوارد عامل اداء عالمي في حته الصفقات، جايب معاها، جايب مهدي سليمان، جايب محمد اسماعيل، جايب شيكوبينزا، جايب احمد ربيع، جايب ادم كايد، جايب عبد الحميد المعالي. فجايب شويه لعيبه، وده الدباغ، عمرو ناصر، احمد عاطف. فلا انت جايب لعيبه كتيره وفي كل المراكز. يعني انت عندك، بس هو مهتم بحته الهجوم اكتر. يعني حاليا معاه في الهجوم عمرو ناصر، ناصر منسي، ده الدباغ. فانت جايب معاك حوالي 3 هجوم، واحمد عاطف بيلعب هجوم، غير ان انت عندك سيف الجزيري. فانت عندك شويه لعيبه في الهجوم كتيره. تمام. عندك في الوينجات برضو عندك شيكوبينزا، عندك ادم كايد، عندك عبد الحميد المعالي. فانت برضو عندك اجنحه كتيره. اليمين هو اللي ناقص شويه، يعني الجناح اليمين ناقص شويه، بس ممكن يكون في سيد نيمار، في ممكن ادم كايد يلعب يمين، ممكن شيكوبينزا، على حسب برضو يانيك فيريرا. طيب معاك طبعا في خط النص احمد عاطف برضو لعيب عالمي، عمرو ناصر عامل اداء حلو برضو، الاثنين دول عاملين اداء حلو قوي في فاركو السنه اللي فاتت. علاء الدباغ اكيد يعني لعيب جميل، واكيد هو انا حاسه هيبقى اساسي. يعني هنقول لك برضو تشكيلتي دلوقتي المتوقعه. طيب فانت معاك شويه صفقات، غير ان انت عندك في خط النص بقى عبد الله السعيد، محمد شحاته، احمد ربيع برضو صفقه لسه جايبينها. كان عندك دونجا، بس انا شايف ان دونجا يعني دلوقتي لما انت تجيب له احمد ربيع هينافسه شويه. دونجا مش احسن حاجه، يعني انا شايف انا كزياد مش شايف اللي هو لعيب جامد قوي. ممكن يكون لعيب جامد بس هو مش مركز في الكوره. المهم فانت معاك شويه لعيبه حلوه، معاك محمود بن تايج. فانت شايف ان الزمالك جاب لعيبه حلوه يعني. في خط الدفاع معاك محمد اسماعيل، معاك صلاح مصدق، معاك الونش. فشايف ان الزمالك سكواده اقوى شويه السنه دي او الموسم ده، عشان كده بقول لك ان شايف ان الموسم ده هيبقى موسم جامد. طيب بالنسبه لي بقى ايه هي التشكيله المتوقعه للزمالك؟ انا شايف ان يعني حراسه المرمى صعبه شويه، لان الثلاثه اللي موجودين مهدي سليمان ومحمد صبحي وعواد، الثلاثه بيلعبوا اساسي والثلاثه بيلعبوا في المنتخب. فانا مش عارف هناك فيريرا ممكن يفكر في ايه، بس انا شايف
يعني ممكن اشوف انه مهدي سليمان هو اللي ممكن يلعب. طيب معايا في الدفاع عمر جابر باك يمين، محمود بن تايج باك شمال، معاك اتنين في القلب، معاك الونش وسام عبد المجيد. في خط الوسط معاك محمد شحاته اساسي، عبد الله السعيد اساسي. اللي انا ممكن نلعب فيه بقى ناصر ماهر او احمد ربيع، انا حاسس ان هو ممكن يلعب احمد ربيع. طيب بالنسبه للهجوم برضه في مشكله، انا شايف راس الحربه ممكن اكيد يلعب عضاية الدباغ، ممكن يمين شيكو بنزا، والشمال ادهم كايد. ده اللي انا متوقعه. موجوده في الاحتياطي معاك لعيبه كتيره قوي في الاحتياطي، عبد الحميد المعالي، ناصر منسي. انا شايف اللي هو لعيب مجتهد، لعيب ربنا بيحبه، بينزل يجيب اجوان. فمعاك ناصر ماهر، ناصر منسي، احمد عاطف، عمرو ناصر شايف برضه هيقدم اداء حلو مع الزمالك، سيد نيمار، احمد حمدي خط الوسط. ف شايف ان الزمالك تشكيلته ودكته هتبقى جميله وتقدر تنافس. طيب انا متوقع ان الزمالك السنه دي هيبقى تاني، مش عارف ليه، حاسس ان الزمالك السنه دي بالصفقات اللي جابها حاسه يقدر يخش في حته اللي هو المركز الثاني، حته اللي هو يخش ياخد الدوري ممكن، بس هتبقى صعبه شويه، لسه بقاله فتره غايب، بس ممكن، مفيش حاجه مستحيله، بس انا بتكلم في حته توقع. بس انا شايف ان الزمالك يقدر ينافس مع بيراميدز السنه دي على الثاني. تمام. طيب اكيد انتوا عرفتوا بيراميدز هيبقى في الكام، فبيراميدز هيبقى في الثالث. بس اقول لكم برضو بيراميدز هيبقى مع الاهلي قوي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي عايز يرجع ياخد البطوله المحببه ليه. الزمالك قصدي بيراميدز عايز يحافظ عليها. فانا شايف ان هيبقى في منافسه جامده قوي ما بين بيراميدز والاهلي في دوري ابطال افريقيا، ونفس الكلام في الدوري. بس انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى جامد قوي، هيبقى موسم مختلف. طيب بيراميدز معاها يعني ابرز اللاعبين اللي موجوده هناك، وهو الصفقه اللي جت ايفرتون دا سيلفا. يعني لاعب الاهلي كان بيفاوضه، لاعب برازيلي بيلعب جناح شمال، لعيب عالمي يعني اكيد. الشيبي عرضياته، محمد رضا بوبو لعيب شويت ولعيب جامد في خط النص. نفس الكلام محمود صابر لعيب شويت وحريف في خط النص. رمضان صبحي، مصطفى فتحي، احمد عاطف قطه، مهند لاشين، وليد الكارتي، وليد التوريه، فيستون مايلي، فزيكا زلاكا، قصدي زيكا مين زلاكا. في كلام بيقول ان مصطفى زيكو ممكن يروح، فانت هتبقى معاك شويه لعيبه، معاك عبد الرحمن مجدي. فلا بيراميدز فرقه تقيله، فرقه جميله يعني. احنا شفنا الموسم اللي فات ايه اللي حصل، فانا شايف ان الموسم ده هيبقى جامد قوي، هيبقى صعب. كل الفرق، انا بتكلم بالذات على الثلاث فرق دول لان دول اللي في المنافسه، ممكن معاهم يبقى المصري. يعني انا شايف ان المصري برضو ممكن يبقى في الرابع. مصري برضو يعني عامل موسم السنه اللي فاتت حلو، هو راح كونفدراليه برضو مع الزمالك. انا شايف ان المصري ممكن برضو يخش في الحته دي. سيراميكا برضو جايب لعيبه حلوه، كريم الدبيس، عمرو السوليه، سعد سمير. ففي شويه لعيبه حلوه برضو في سيراميكا، تقدر تنافس برضو في المربع الذهبي، فهيبقى موسم جامد. طيب ايه التشكيله المتوقعه بالنسبه للبيراميدز؟ شايف طبعا حراسه المرمى وهي غبار عليها احمد الشناوي. الدفاع اكيد باك يمين الشيبي، باك شمال محمد حمدي، اثنين في القلب معاك احمد سامي، ومعاك ياسين مرعي، محمود مرعي. تمام. طيب خط الوسط انا شايف ان هو بيكون معتمد قوي، يورشيتش معتمد قوي على احمد عاطف قطه، وعلى وليد كارتي، ويا اما بلانت توريه يا اما مهند لاشين. مهند لاشين عامل الموسم اللي فات موسم حلو، فانا اعتقد ممكن يخليه معاه برضه. هما الاثنين هيتنافسوا مع بعض، بلانت توريه ومهند لاشين في الحته دي. بالنسبه للهجوم اكيد باك، اكيد قصدي في الوينج اليمين، في الوينج الشمال ايفرتون دا سيلفا، في الوينج اليمين مصطفى فتحي وفيستون مايلي. في الهجوم ده كان بالنسبه لفيديو النهارده. طبعا بيراميدز قلت اللي هو ممكن يكون في المركز الثالث. ده كان فيديو النهارده. طبعا باذن الله هنكون معاكم كل جوله او كل ماتش، يعني لسه مش عارف الصراحه، ما سستمتش الدنيا ديت. يا اما هطلع بعد كل ماتش من الماتشات دي، اذا كان الاهلي او الزمالك او بيراميدز او اهم الماتشات يعني الموجوده في الدوري، او يا اما اطلع بعد الجوله الاولى اتكلم في اللي حصل وكده، واشوف مراكز الترتيب بتاعه الفرق. قولوا لي رايكم تحت برضه اعمل ايه. انا لحد دلوقتي مش عارف اعمل ايه دلوقتي، فقولوا لي رايكم برضو تحت. برضو قولوا لي رايكم طبعا في التشكيلات اللي انا قلتها في الثلاث فرق.
قولوا له رايكم، انتوا توقعوا مين هيكسب البطوله دي السنه دي. توقعوا لي برضو مين اللي هياخد الكونفدراليه ومين اللي هياخد دوري ابطال افريقيا، او خلوا دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه دي لما القرعه بتاعتها تنزل ولما نتكلم مع بعض تاني. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون فيديو خفيف عليكم، خفيف باذن الله. الفتره الجايه هيبقى فيه اخبار جميله، هيبقى فيه فيديوهات جميله ان شاء الله، وملخصات وتحاليل وحاجات. وده كان بالنسبه للفيديو النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.